بعتذرلك عن اللي حصل كله. لا مفيش حاجة يا سالم، عادي ولا يهمك، بلاش تشغل بالك انت بس. طيب. وجه علشان يبوسها من دماغها وبعد عنها تاني. رجعت بعدت ليه تاني؟ ها؟ بقولك ايه، تيجي ناخد فترة نحاول نقرب فيها من بعض ونتعرف على بعض اكتر. اكيد محتاجين نعرف بعض اكتر. ماشي يا سالم، شكلنا فعلا محتاجين نعرف بعض اكتر. خلاص ماشي. هو ده فعلا الصح يا ليلى، واحسن حل خصوصا دلوقتي، علشان نقدر ناخد على بعض ونروح عند إيريا. كانت قاعدة سرحانة وعمالة تفكر. لازم انتقم منك يا عشق على كل حاجة. اللي كنت في حمايته خلاص راح منك يا عشق، وانت دلوقتي لوحدك، وفي أقرب وقت لازم انتقم منك. وقرب منها رامي. ايه شكلك كده؟ وشك بيقول انك بتخططي الحاجة مش كده؟ طبعا بخطط، امال انا التخطيط كله يا سيدي. التخطيط على ايه بقى المرة دي يا إيريا؟ على ست عشق يا رامي. عشق ومالها عشق؟ مش خلصنا منها وجوزها مات خلاص؟ عايزة ايه منها بقى؟ انتقم، ولازم ده يحصل واعذب فيها براحتي. ايه يا بنتي، ما خلاص الأستاذ راح، سيبيها في حالها بقى. ده كفاية اللي هي فيه دلوقتي. لا مش كفاية، بالعكس يا رامي، لازم أزود عليها. سيبك من عشق أحسن. لا ده أنا مصدقت ومش هسيب عشق في حالها خالص. براحتك، ما أنا عارف إنك عنيدة. وفي أوضة عشق ومهاب. عشق حبيبتي، انت كويسة؟ طمنيني عليكي. بحاول يا مهاب على قد ما أقدر. أنا حاسة إن زين عايش، مش عارفة ليه. ما احنا شفنا المصابين وما كانش في منهم. وكان في الجزء للأسف اللي اتحرق، وعشق اتعرفت على الجثة. مش عارفة، أنا حسيت كده يا مهاب. بس ازاي؟ ده حتى الإثباتات الشخصية لقيناها يا عشق. يمكن أنا دلوقتي زي الغريق اللي متعلق في قشاية. عارف يا عشق، بس بلاش تقولي كده قدام عشق علشان ممكن تاخد أمل على الفاضي. عندك حق. أنا مش هقول حاجة قدامها، ما تخافش. أنا عارف يا حبيبتي إن نفسي كل ده يطلع كدب، وأنا كمان نفسي كل ده يطلع كدب، وزين يرجع لحضني وحضنك مرة تانية. يا مهاب مش قادرة والله العظيم، الوجع وحش قوي حقيقي. اهدي طيب يا عشق. هترجعي تتعبي تاني كده يا حبيبتي، الأمور كلها هتتحل. يا ريت يا مهاب، الواحد حقيقي تعب قوي ومش عارفين نعمل ايه. كل حاجة هتعدي يا عشق زي ما حاجات كتير عدت. يا رب يا مهاب. ومر اليوم عليهم بشكل طبيعي وعادي ومن غير أي أحداث تانية جديدة. وتاني يوم صحي زين وبص الليل. صحي زين وبص الليلة. انت مين؟ نعم، انت بتقول ايه؟ هو ايه اللي انا مين؟ اسف. شفتك حد تاني يا ليلى، معلش حقك عليا. شفتني مين يا سالم؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ليه مش مقدرة اني فاقد الذاكرة ومش عارف ومش فاهم اي حاجة خالص؟ ايه الحكاية طيب يا سالم؟ انا حابة اعرف علاقتنا هتوصل لايه. انت جنبي دلوقتي، بس للأسف يا سالم انت مش معايا، رغم ان عقلك يعتبر ناسي كل حاجة، بس عقلك في مكان تاني خالص، وانا نفسي اعرف ايه المكان اللي عقلك موجود فيه. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل معايا ومش قادر اعرف حاجة خالص، بس حاسس ان في حاجة غلط، بس انا وانتي اتفقنا ندي لبعض فرصة نعرف بعض. ماشي يا سالم، خير ان شاء الله. وراح خدها في حضنه. انا هحاول اعملك كل حاجة علشان اساعدك يا ليلى. وكأن الجنة في حضنك يا سالم. احساس اللي حاساه عمري ما حسيته واصل. ولقى نفسه بعد عنها بسرعة. ايه يا سالم؟ لا مفيش حاجة يا ليلى، انا كويس. وهي في سرها، جوازي منه كان صح ولا غلط؟ ما بقتش فاهمة حاجة خالص. وعند عشق. انت ما بقتش موجود يا زين، بس برغم ده مش عارفة ليه حاسة كده. وراحت جهزت نفسها وراحت على شركة زين. في مشروع المفروض نمسكه في الصعيد، ايه رأيك تيجي معايا؟ مش عارفة يا ماهر. تعالي ومنها تغيري جو. ماشي موافقة يا ماهر، امتى؟ بكرة ان شاء الله. خلاص ماشي. انا همشي بقى علشان احضر نفسي للسفر طالما مفيش شغل. ماشي هوصلك في طريق، ايه رأيك؟ لا معايا عربيتي عن اذنك. وراحت خرجت ركبت عربيتها وراحت المقابر عند زين. انا مسافرة الصعيد يا حبيبي علشان اشرف على الشغل وكل حاجة. مفيش حاجة هتكون ناقصة. سامحني، مش هعرف اجي ازورك يا زين لحد بس ما ارجع من السفر. هتفضل وحشني قوي كده. الاحساس ده هيفضل ملازمني كده. امتى ترجع ليا يا زين؟ انا بحلم بحاجة لا يمكن تحصل. بحبك يا اول واخر حب، وهيفضل حبك في قلبي. وبعد كده ركبت عربيتها ورجعت على القصر. ماما، بابا، انا مسافرة الصعيد في مشروع شركة زين ماسكاه هناك ولازم اسافر. حلو قوي يا عش، الاحسن تسافري تغيري جو. انتي محتاجة تسافري فعلا يا عش. ماشي يا بابا مهاب، انا مسافرة بكرة الصبح ان شاء الله. حاولي استجمي هناك يا عش. حاضر يا خالته من عيني. وراحت طلعت على فوق وبدأت تجهز شنطتها. وسرحت في ذكرياتها مع زين. وتعالوا نروح فلاش باك. كانت واقفة بتجهز الشنطة وراح قرب منها وحضنها. ولما تحضني كده يا أستاذ هحضر الشنطة أنا إزاي؟ بس أنا مرتاحة قوي كده يا عشق، كملي وملكيش دعوة انتي. زين بس ويلا بعد علشان أجهز الشنط، اخلص يا رخم. اسكتي، هو انتي ما تعرفيش ولا ايه يا عشق؟ معرفش ايه يا زين بقى قولي. انك بتوحشيني وانتي حتى جنبي يا عشق. لما بكون بعيد عنك بحس ان الحياة ملهاش طعم. بحبك قوي يا زين، ربنا يخليك. الله وتعرف مدى حبي ليك.
القلوب عند بعضها يا عشق. بعد كل ده أنا وإنتي بقينا لبعض وده أهم حاجة. اوعدني عمرك ما تسيبني مهما حصل ومهما كان. اوعى تبعد عني يا زين، ماشي؟ أوعدك عمري ما هسيبك أو حتى أبعد عنك يا عشق. ياه، لحد دلوقتي مش مصدقة إنك بقيت ليا يا حبيبي. ونرجع من الفلاش باك. سبتلي ذكريات كتيرة أوي عمري ما انساها في يوم من الأيام يا زين. كل حاجة وكل خطوة لينا فيها ذكريات مع بعض يا حبيبي. وجهزت شنطتها ونامت على السرير. دلوقتي نايمة لوحدي وبعيدة عن حضنك وعند روح وصقر. روح يا روح. نعم يا حبيبي، في حاجة؟ مش قادرة أشوفك كده ومش متعودة على سكوتك يا روح. مش بمزاجي يا صقر. الظروف زي ما انت شايف، أنا حزينة أوي على أخويا وعلى عشقه وعلينا كلنا. ربنا يرحمه يا حبيبتي، بس الحزن في القلب يا روح. عندك حق يا صقر، ربنا يلهم قلبي عشق الصبر وقلب ماما هي كمان. يا رب يا حبيبتي، ربنا يخفف عنكم يا رب. أنا كمان حزين. زين كان أخ ليا وحقيقي مش قادرة أتخطى موته. محدش فينا قادر يتخطى موته يا صقر للأسف. عندك حق، ربنا يرحمه يا رب يا روح. لو يرجع عايش يا صقر، يا ريت بجد ده يحصل ويرجع لحضننا مرة تانية. ومر اليوم عليهم بشكل طبيعي وعادي ومن غير أي أحداث تانية جديدة. وتاني يوم صحيت عشق جهزت نفسها ونزلت تحت. صباح الورد على عيونكم. صباح العسل يا حبيبتي. وقعدوا يفطروا مع بعض ولقوا الباب بيخبط.